السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. صلوا على النبي يا جماعة. هنطلع شوية بقى بره إطار المطبخ والفطار والغداء والعشاء والروتين وهناكل ايه والكلام ده، ونهتم شوية بنفسنا. قبل ما تكملي معايا الفيديو اعملوا طبعا القناة، دوس لايك واكتب لي تعليق حلو زي كده. المكونات عبارة عن حاجة بسيطة جدا وهتفرق معاكي بطريقة رهيبة رهيبة رهيبة، وأتحداكي تجيب المكون ده ماركات، براند، أغلى نوع، احلى مكان، اغلى مكان هتجيبيه هيعمل معاك المفعول ده. جل الصبار، انا هقولك تعمليه في البيت ازاي وباقل تكاليف. الصبار ده يا جماعه بينشري ايه، مزروع عندك في البيت، مزروع عندك عند جارتك، اي حاجه هتجيبي عرق واحد من بتاع الصبار ده، بان تفتحيه من الجنب كده وتفضي كل الجل بتاعه. بس اهم حاجه قبل ما تفتحيه، الحاجه اللي هتفضي عليها جل الصبار ده تكوني ما بتحتاجيهاش في اعمال الاكل. يعني مثلا ما ينفعش اقطعه على لانشة المطبخ عشان ده بيمررها وما بتروحش المرة بسهولة، هتبوظ لك الاكل بتاعك. والسكينة برضو اللي انت تستخدميها، اي حاجة تستخدميها تكون بعيدة بعد تام عن المطبخ او عن بمعنى اصح عمايل الاكل. عفوا. هبدأ ان انا اخلي الصبار بتاعي، طبعا انا عاملة كمية بسيطة عشان انا عندي. المكون التاني خيار. المكون السحري التالت الرهيب اللي هيديك نتيجة هايلة هايلة هايلة، النعناع. فوائد زيت النعناع يا جماعة على البشرة خطير، بس النعناع طبعا يكون أخضر. احنا دلوقتي حالا في الربيع والنعناع الأخضر كتير جدا. هتجيبي كذا عود نعناع أخضر كده مع خيارة، يبقى تفرموه في الخلاط، تفرميه جامد، تضربيه جامد في الخلاط بحيث ان هو ينزل كل العصارة بتاعته، وما تحطيش مية، هو هينزل ميته لوحده، لان تتصفي عشان خاطر الشوائب بتاعته وعشان خاطر قشر الخيار والورق النعناع والكلام ده. صفيه كويس جدا عشان تطلعي التفل بتاعه، بس اهم حاجه تضربيه كويس جدا في الخلاط عشان ينزل كل العصاره بتاعته. نبدا بقى نضيف ده، الكميه اللي هي بتاعت الليمون، يا ربي، الخيار والنعناع على كميه الصبار عندي. في اي برطمان كريم بتاعي يكون فضي، اي برطمان عندي انا مش محتاجاه اشتري عبوه مش مشكله، وابدا افضي ده عليه. بس ما تحطيش الصبار في الخلاط عشان هيمرر لك الخلاط. هتيجي تعملي عصير، هتيجي تعملي اي حاجه، هتلاقي بتاع الخلاط ممرر، او الاكل اللي انت عملتيه سواء عصير او سواء طماطم مرر منك. امزجي بقى كويس جدا 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 مع بعض وحطيه في التلاجة واستخدميه. استخدميه في منطقة البيكين، استخدميه تحت الإبط، استخدميه على وشك، في فروة شعرك، رهيب رهيب رهيب. وما تنسيش تدعيلي لما تجربيه. أنا على فكرة عاملة كمية بسيطة عشان أنا عاملة ليا، ولما جربته ولقيت نتايجه هايلة قلت لازم طبعا أعرفكم عليه. ما تنسوش تدعولي.